ساعات عشان تكسب لازم تكسر او تخترق القوانين. كسر القانون ده ممكن يكون بطولة في عين ناس، ممكن يكون قذارة في عين ناس تانية. النهارده هحكي لك عن اشهر 5 فاولات تكتيكية، ونتخيل سوا لو ما كانوش حصلوا كان تاريخ اللعبة اتغير ازاي. اول قصة معانا في نهائي السوبر الاسباني يوم 12 يناير 2020 بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. الوقت الاصلي خلص بالتعادل وانتقلنا للاشواط الاضافية. في الدقيقة 115 من الشوط الاضافي كان اتلتيكو مدريد في هجمة مرتدة خطيرة، غلطة من كارفاخال وتوصل للمهاجم موراتا اللي بيجري وبقى وجها لوجه مع كورتوا، لكن فالفيردي قرر يتدخل وبيجي من ورا وبيرتكب فاول بيعطل هجمة كانت هتبقى هدف مؤكد، وتلقى بطاقة حمراء مباشرة. وبفضل الفاول التكتيكي ده اللقاء ينتهي بدون اهداف ومدريد بيحسموا بركلات الترجيح. فنتخيل لو فالفيردي ما عملش الفاول وموراتا سجل الفرصة دي قبل ما نوصل للبلانتي، اتلتيكو مدريد كان هيكسب السوبر الاسباني لاول مره بالنسخه الجديده. لو اتلتيكو كان كسب السوبر الاسباني 2020 كان هيبقوا انقذوا موسمهم انه يكون صفر، وسيموني كان هيفك عقده النهائيات قدام ريال مدريد. بس لو فالفيردي انقذ مدريد من خساره بطوله سوبر، فراموس عمل نفس الدور بس في اهم بطوله في اوروبا، نهائي دوري الابطال 2016 ريال مدريد ضد الاتليتي. الماتش كان مشدود والنتيجه 1-1 لحد الدقيقه 90، واتلتيكو كان بيضغط بكل قوته. في لحظه مرتده خطيره كراسكو كان طالع بسرعه وممكن ينفرد، وباص واحد ممكن يبقى في وضع 3-1، لكن راموس ما استناش ودخل عليه ووقف الهجمه بخطا واضح بس بعيد عن منطقه الخطر، واخد كارت اصفر صريح. الفاول ده قتل واحده من اخطر هجمات اتلتي في النهائي، وادى ريال مدريد فرصه يكمل ويصمد لحد ما كسب البطوله بركلات الترجيح. طيب نتخيل لو راموس ما عملش الفاول، كراسكو كان ممكن ينفرد ويسجل هدف تاريخي يدي الاتليتي البطوله الاولى في دوري الابطال، وساعتها مش بس مدريد كان يخسر الكاس، لا يمكن الهيمنه الاوروبيه اللي بداها زيدان ما كانتش هتحصل اصلا، وكان سيموني هيرد هزيمه 2014 ويتوج بالابطال الاولى في تاريخ الاتليتي والاولى في تاريخه، وينضم لمواطنيه بصفه المدربين الوحيدين الغير اوروبيين اللي توجوا بدوري الابطال، لويس كانيلجا وهيلينو هيريرا. بس لسه سيموني بينتظر كل ده لحد النهارده. والفاولات من النوع ده بتظهر ازدواجية كرة القدم. نفس اللحظة اللي ممكن تتشاف بطولة وتضحية من طرف، ممكن تتشاف قذارة وخيانة لشرف اللعبة من طرف تاني، وده اللي بيخليها مثيرة. مفيش إجابة واحدة صح. انت بقى رأيك ايه؟ تضحية ذكية وجزء من اللعبة ولا قذارة وخيانة؟ طيب ايه رأيك بقى لو لعب بذكاء او بقذارة وكسبت ومن غير تضحية؟ تعال احكي لك. نهائي دوري الابطال 2018 كييف 2018. ليفربول داخل الماتش بسكواد تاريخي. نجم ليفربول صلاح هداف البريمير ليج وايقونة الموسم وصل بالفريق للنهائي بعد اداء خرافي. الجماهير كلها كانت حاسه ان ده وقت ميلاد اسطوره جديده وان ليفربول راجع منصات التتويج، لكن وسط كل ده ظهر قائد ريال مدريد سيرجيو راموس. في لقطه واحده بس قلب كل الموازين، شد ذراع صلاح وقع نجم ليفربول وخرج مصاب، والحلم كله وقع معاه. ومن هنا النهائي اتغير تماما. كيريوس انهار وبالخطف الاضواء وسجل واحد من اجمل اهداف نهائيات دوري الابطال. مدريد كسب 3-1 وكتب لنفسه ثلاثيه اوروبيه متتاليه. راموس بالنسبة للمدريديستا فهو بطل، لكن بالنسبة لليفربول والمصريين فهو العدو الأبدي اللي كسر الحلم وجاب لنا صلاح مكسور في كأس العالم. فتخيل لو وصلت لهنا والحلقة عجبتك فعملت لايك وسبسكرايب. بس السؤال هنا، لو راموس ما كسرش صلاح هل كانت النتيجة هتتغير؟ هل كانت هيمنة مدريد على دوري الأبطال هتقف وليفربول هيعيد أمجاد وذكريات اسطنبول 2005؟ أنا شايف إنه وجود صلاح في الملعب كان ممكن يغير كتير، بس هستناك تقول لي رأيك في الكومنتات. بس الذكاء أو القذارة مش دايما بتكون فاولات تكتيكية. راموس مش أول لاعب يخسر فريق المنافس نجمهم في نهائي مهم. فاكرين نهائي كاس العالم 2006؟ ماتيرازي بالظبط. ماتيرازي استفز زيدان بكلمة، زيدان فقد أعصابه ونطح النطحة الشهيرة وخرج مطروب. فرنسا خسرت قائدها في أهم لحظة، وإيطاليا رفعت الكاس. دي ممكن ما تدخلش تحت مسمى الفاول التكتيكي، بس ممكن نسميها استفزاز تكتيكي. فلو فالفيردي وراموس استخدموا الفاول التكتيكي، ماتيرازي استخدم الاستفزاز التكتيكي بنفس الهدف، كسر قوة الخصم وكسب فريقه البطولة. وفي كلتا الحالتين الفكرتين ناجحين. بس فكرة الفاول التكتيكي مش فكرة حديثة، لا دي من زمان. الفكرة موجودة من زمان، والمثال الأشهر للفاول التكتيكي الكلاسيكي كان سولشاير في الدوري الإنجليزي 98. مانشستر يونايتد كان في سباق شرس على الدوري مع أرسنال، كل نقطة كان ليها تمن. الماتش قدام نيوكاسل والنتيجة 1-1 واحنا وصلنا للدقائق الأخيرة. نيوكاسل خطف مرتدة ومهاجمهم كان منفرد تماما، ولو سجلها كانت هتضيع نقطتين مهمين جدا من اليونايتد، والسباق على اللقب كان ممكن يتغير. ساعتها ظهر
ظهر سولشاير المهاجم الهادئ المعروف بإنقاذاته، لكن المرة دي قرر ينقذهم بشكل تاني. ركض ورمى نفسه على المهاجم ووقعه قبل ما يدخل الصندوق. الكارت الأحمر كان فاول، لكن سولشاير ضحى بنفسه عشان يضمن إن فريقه يفضل في المنافسة على الدوري. طيب نتخيل لو سولشاير ما كانش ارتكب الفاول، هو ما كانش هيحصل حاجة قوي، لأن مانشستر يونايتد خسر الدوري في الآخر بفرق نقطة وحيدة لصالح الأرسنال. ففاول سولشاير أهميته كانت إنه خلى اليونايتد ينافس لآخر الدوري، ولو كانوا كسبوا الدوري كانت اللقطة دي هتتسجل كإنقاذ الموسم، واحدة من أذكى لحظات التكتيك في تاريخ البريمير ليج. ونروح للفاول الرابع، وهو فاول مش عادي لكن واحد من أشهر اللحظات في تاريخ كأس العالم. ربع نهائي مونديال 2010، غانا على بعد ثانية واحدة بس من دخول التاريخ كأول منتخب أفريقي يوصل لنص نهائي كأس العالم. كورة بالراس عدت الحارس، جول مؤكد. فجأة سواريز اعلن الجول، مد ايده ومنعها. الحكم طلع كارت أحمر وطرده، وادى غانا ضربة جزاء، بس ساموا جيان ضيعها والمباراة راحت للبلانتيز اللي أورجواي كسبتها. المشهد ده بقى بالنسبة للأورجواي بطولة وتضحية من بطل قومي، وبالنسبة لغانا وأفريقيا قذارة وخيانة سرقت منهم الحلم. بس في عالمنا الرائع هنتخيل إن سواريز ما مدش ايده وما شالش الكرة من على المرمى. غانا كانت هتبقى اول منتخب افريقي يوصل لنص نهائي كاس العالم، وجيان بدل ما يبقى المتهم بضياع الحلم كان يتحول لبطل. غانا كانت هتصعد عشان تواجه هولندا في نص نهائي كاس العالم. الفاول الخامس معانا، نتقدم 10 سنين قدام نهائي يورو 2020 انجلترا وايطاليا. الدقيقة 97 انجلترا بتدور على مرتدة اخيرة والملعب كله واقف على رجله. ساكا انطلق من النص وركب بسرعة، وايطاليا كانت متكسرة بدنيا. كليني بص كده ثانية واخد قرار القائد وشد القميص ووقعه، اللي هو انت رايح فين؟ فاول، وقعه على الخط. فاول واضح. الحكم اداله كارت اصفر، بس قتل اخطر كرة في عمر الماتش. ناس قالت ان ده ذكاء وناس قالت ان دي قذارة تخنق المتعة، بس الحقيقة ان اللقطة دي ساعدت ايطاليا توصل لركلات الترجيح، وهناك بونوتشي ودوناروما خلصوا الحكاية، وايطاليا رفعت الكاس في ويمبلي قدام الانجليز نفسهم. فتفتكر لو ساكا كان عدى كان هل هيقدر يعمل ريمونتادا التاريخ ويخلي انجلترا تكسر نحس البطولات؟ وبس في الاخر ده سحر كرة القدم، لحظة واحدة ممكن تغير تاريخ اندية، مصير مدربين، وحتى احلام قارة كاملة. فاولات تكتيكية، لمسات قذرة او تضحيات بطولية زي ما تسميهم، الفرق بينهم شعارة رفيعة كل واحد فينا بيشوفها بعينه هو. السؤال دلوقتي، انت شايف ان دي لحظات بطولية ولا خيانة لشرف اللعبة؟ سيب اجابتك في الكومنتات واشترك عشان نكمل مع بعض رحلة تخيل لو، لان القصة دايما بقى فيها ابعاد تانية. كان معكم عبد الرحمن زكي، سلام.